أيها الإخوة المؤمنون، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لمجرد أن الله سبحانه وتعالى رفع الإحسان للوالدين إلى مستوى عبادة الله عز وجل، كان لبر الوالدين في الإسلام شأن كبير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكن بادئ ذي بدء ينبغي أن نفرق تماما بين العبادة والإحسان. العبادة لله وحده، والإحسان للوالدين. هناك أناس تختلط عندهم الأوراق، ينصرفون إلى طاعة والديهم ولو في معصية الله، وهم يتوهمون أن هذا من البر للوالدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سيدنا سعد بن أبي وقاص قالت له أمه: إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. فقال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلين. فرق كبير بين العبادة والإحسان. الله جل جلاله رفع أمر الإحسان وجعله إلى جنب الأمر بعبادته، لأن أعظم عمل على الإطلاق بعد عبادة الله أن تحسن لوالديك، ولكن فيما لا يتعارض مع منهج الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة الكرام، يشتد الأمر ببر الوالدين في حالات خاصة. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. الأب يقول: عندي ولدان، عندي 3 أولاد، لكن يأتي حين من الزمان يصبح الأب عند ابنه، ضعفت قواه، ترك العمل، أصبح عند ابنه هو الآمر والناهي. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. إذا كان أحدهما قد بلغ من الكبر عتية وكان عندك، فهو في أمس الحاجة إلى رعايتك. الأب الشاب القوي قد لا يحتاج إلى ابنه إطلاقا، ولكن إذا تقدمت السن وقل العمل وهمش الإنسان، الآن الأب والأم في أشد الحاجة إلى الرعاية والعطف والإكرام. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا أيها الإخوة الكرام، أعجب أشد العجب ممن اختصر بر الوالدين إلى يوم واحد في العام. أعجب أشد العجب، مع أنك مأمور ببر الوالدين وإكرامهما على مدار العام 365 يوما في 365 يوما أبدا. كل يوم ينبغي أن تقدم شيئا لوالديك. أيها الإخوة الكرام، فلسفة ذلك أن الله سبحانه وتعالى منحك نعما 3 هي من أجل النعم. النعمة الأولى
نعمة الإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أوجدك من عدم عن طريق من؟ عن طريق والديك. لأن أجل نعمة على الإطلاق أن الله أوجدك ليرحمك، أوجدك ليسعدك، أوجدك ليدخلك جنة عرضها السماوات والأرض، أوجدك ليتفضل عليك، وكان الوالدان سبب وجودك. فلأن نعمة الإيجاد من أجل النعم، كان شكر الذي كان الإيجاد بسببهما ينبغي أن يكون أجل الشكر. هذه ناحية. الناحية الثانية أن النعمة الثانية الكبرى التي أنعم الله بها عليك هي نعمة الإمداد. أمدك بكل ما تحتاج، لكن في فترة الطفولة كنت ضعيفا، لا تقوى على شيء، لا تعلم شيئا، لا تحسن شيئا. محبة الله ورحمة الله ورأفة الله ولطف الله تجسدت في محبة الأم والأب. إذا نعمة الإيجاد بسبب الأم والأب، ونعمة الإمداد عن طريق الأم والأب. هذا الحليب الذي في ثدي أمك إنه يتبدل تركيبه في الرضعة الواحدة. في الرضعة الواحدة نسب الماء تقل في أثناء الرضعة الواحدة، ونسب المواد الأساسية تزداد في الرضعة الواحدة، فلأن يتبدل تركيب الحليب كل يوم من باب أولى. حليب دافئ شتاء بارد صيفا، معقم فيه كل مناعة الأم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ قال ابن عباس: النجدان هما الثديان. فنعمة الإمداد جاءت عن طريق الأم والأب. والنعمة الجليلة الثالثة هي نعمة الهدى والرشاد. وفي أغلب الأحيان تأتي التربية ويأتي التوجيه، أقول في أغلب الأحيان، ويأتي الحض على أن تكون على حق، وأن تبتعد عن الباطل، وأن تتحلى بمكارم الأخلاق عن طريق الأب والأم. فالنعم الجليلة الثلاث هي من فضل الله عليك، ولكن قدرها الله أن تكون من خلال الأم والأب. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن جاءك خير من إنسان أو من مخلوق مخير، يعني أعطاك باختياره، الله سبحانه وتعالى هو الأصل في هذا الخير، لأنه خلقه وألهم فاعله وسمح لفاعله وجمعك معه. ولكن هذا الذي قدم لك شيئا بمحض اختياره ينبغي أن تشكره. فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. أيها الإخوة الكرام، درس ثالث. الدرس الثالث: لعل الله سبحانه وتعالى أراد من نظام الأبوة والأمومة، هكذا سنته وهذا قانونه، أن نتوالد من أب وأم، وأن نلحظ رحمة الأب والأم، وأن نلحظ حرص الأب والأم، وأن نلحظ رأفة الأب والأم، وأن نلحظ أن الناس مهما كثروا ليس فيهم إلا إنسانان، هذان هما الأم والأب، يتمنيان أن تكون فوقهما علما ومكانة وغنى ونجاحا وتوفيقا. ليس في الأرض كلها إنسان
يقبل أن تتفوق عليه إلا الأب والأم. أيها الإخوة الكرام، لعل الله جل جلاله أراد أن يطلعنا وأن يعرفنا برحمته التي لا حدود لها، بعفوه الذي لا حدود له، برأفته التي لا حدود لها، بلطفه الذي لا حدود له، من خلال مثلين أمامك هما الأم والأب. أيها الإخوة الكرام، 3 حقائق: العبادة شيء، والإحسان شيء آخر. العبادة لله وحده، والإحسان للوالدين بكل التفاصيل، بكل الوسائل، بكل الإمكانات المتاحة. أيها الإخوة الكرام، 3 حقائق: العبادة شيء، والإحسان شيء آخر. العبادة لله وحده، والإحسان للوالدين بكل التفاصيل، بكل الوسائل، بكل الإمكانات المتاحة. أما أن تخلط بينهما فهذا ليس من الصواب في شيء. لو أمرت الأم، وقد تكون جاهلة، وقد تكون مقصرة، وقد تكون بعيدة عن الله، لو أمرت بما يغضب الله لا ينبغي أن تطيعها في ذلك، ولكن تلطف معها. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي. لذلك قالوا: هناك أب أنجبك، وهناك أب زوجك، وهناك أب دلك على الله. واتبع سبيل من أناب إلي، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الشيء الثاني في هذه الخطبة أن أجل نعم على الإطلاق نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. وشاءت حكمة الله أن يكون الأصل في ذلك أن الأب والأم سببا وجودك، وأن الأب والأم سببا الإمداد. لذلك قال بعض المفسرين حينما قال الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني، لولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب الأم هذه الرحمة التي لا توصف، ما عاش طفل. تروي الآثار والقصة رمزية كليا، لكن لها مدلول، أن أمًا تخبز خبزها وطفلها إلى جانبها، فكلما وضعت الرغيف في التنور قبلت ابنها وضمته. مر سيدنا موسى قال: يا رب ما هذه الرحمة؟ قال: سأنزعها. فلما نزع الله الرحمة من قلب الأم ألقته في التنور. أليس في بعض الحيوانات تأكل أطفالها؟ فهذه الرحمة التي في قلب الأب والأم من خلق الله، وضعها الله في قلوب الأمهات لتستمر الحياة. لذلك لن تجد أمرا في كتاب الله يأمر الآباء والأمهات بالعناية بأولادهن، لأن هذا العمل من طبع الإنسان، من طبعه. هل هناك أمر أن تأكل؟ لا، طبعك يقتضي أن تأكل، تجوع. كذلك جعل الله الرحمة بالأولاد شيئا مركبا في جبلة الأمهات والآباء. لكن حينما يرحم الإنسان كل الناس هنا يرقى. الرحمة العامة الخاصة يتمتع بها كل مخلوق، وهي ليست كسبية بل فطرية. لكن الرحمة التي تؤجر عليها وترقى بها أن ترحم كل الخلق، أن ترحم البعيد والقريب، أن ترحم الصغير والكبير،
أيها الإخوة الكرام، الرحمة شيء بكل ما في هذه الكلمة من معنى، لأن الأمة حينما تنام الساعة 12 وهي متعبة أشد التعب، ثم يبكي ابنها بعد ساعة، جسمها وتركيب جسمها وطبيعة جسمها يقتضي أن تنام وأن تبقى نائمة. ما الذي يوقظها؟ رحمة في قلبها. ما الذي يجعل الأمة تجوع ليأكل ابنها وتمرض ليشفى وتسهر لينام؟ رحمة أودعها الله في قلب الأمهات. أرحم الخلق بالخلق على الإطلاق رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. أرحم الخلق بالخلق هؤلاء الذين كذبوه وآذوه وضربوه، هؤلاء الذين استخفوا به وسخروا من دعوته، وقد قصدهم من مكة مشيا على قدميه. جاءه جبريل قال: يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أرحم الخلق بالخلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله عنه: فبما رحمة نكرة من الله لنت لهم. وقال عن ذاته: وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة كلها عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الفكرة الأولى أن العبادة شيء والإحسان شيء آخر، ولا ينبغي أن نخلط بينهما، وأن نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد هي من أجل النعم، وشاءت حكمة الله أن تكون هذه النعم من خلال الأب والأم في الأعم الأغلب. وشيء آخر، لعل الله أراد من نظام الأبوة والأمومة أن نتعرف بشكل غير مباشر إلى رحمة الله وإلى عطفه وإلى رأفته وإلى لطفه وإلى أنه أراد الخير لنا. أيها الإخوة الكرام، بقي شيء آخر. لا ينبغي لمسلم أن يختصر بره بأمه يوما في العام، بل إن المسلم الحق يبر أمه وأباه كل يوم في العام إلى أن يلقى الواحد الديان. هذا هو الدين. يوم بالسنة ما في عنا، إلى أن يلقى الواحد الديان. أيها الإخوة الكرام، عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه الإمام البخاري. حرم عليكم عقوق الأمهات ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له. ووأد البنات، والوأد له أنواع كثيرة. المعنى الضيق أن تحفر حفرة وأن تضعها فيها وهي حية، والمعنى الموسع أن تضيعها، أن تفسد عليها دينها، أن تطلقها بلا حدود وبلا قيود وبلا توجيه وبلا رعاية، أن تسمح لها أن تخرج كما تشاء إلى أن تلقى الله وهي عاصية. يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان سبب فسادي. فهذا الذي تأتيه بنت يحسن تربيتها إلى أن يزوجها أو يتوفى عنها فله الجنة. أيها الإخوة الكرام، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. دققوا في الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقابل هذه الآية أكبر الكبائر أن تشرك لا أن توحد، وأن تسيء لا أن تحسن، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. حديث رواه الإمام البخاري. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي، يعني بستاني، المخرافة صدقة عليها. الحديث ورد في صحيح البخاري. معنى ذلك أن الصدقة عن الأم والأب تصل إليهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها، اقضه عنها. من أبر البر أن تبرئ ذمة أمك وأبيك بعد موتهما. هناك أولاد أنا أعدهم أبطالا، يعطيهم أبوهم في حياته زيادة عن إخوتهم ظلما ومحاباة، فبعد موت أبيهم يعيدون قسمة التركة إلى أصلها. برأوا ذمة والدهم من الظلم. قال: يا رسول الله، اشهد أني نحلت ابني هذا حديقة. قال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلتهم مثل ما نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور. من أبر البر أن تبرئ ذمة أبيك وأمك بعد موتهما بتصحيح أخطائهما فيما يتعلق بإرثهما. أيها الإخوة الكرام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال عليه الصلاة والسلام: اقضه عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من علامة آخر الزمان تجد الشاب لطيفا إلى أقصى الدرجات مع أصدقائه، أما مع أمه وأبيه هو فظ غليظ لا يحتمل. يقول هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يعني أولى الناس على الإطلاق بمودتك ولطفك وأدبك وخدمتك واهتمامك أمك وأباك، أمك وأبوك. وهذا الحديث ورد في البخاري أيضا. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأمه هي الرحم الحقيقية التي أنجبته. يعني إذا كان الأمر بصلة الرحم له هذا الجزاء، فمن باب أولى أن تكون الأم في الدرجة الأولى. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
ومعنا آلاف القصص عن شباب بروا آباءهم وأمهاتهم فوسع الله عليهم أرزاقهم، ولهم إخوة ما فعلوا مثل ذلك فكان رزقهم قليلا وحياتهم نكدة. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. ثم أي؟ قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أفضل الأعمال على الإطلاق الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم أحدنا والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا الحديث دقيق جدا، يعني أية إساءة ترتكبها مع الناس. هؤلاء الناس من دون شعور منهم يصلون إلى أمك وأبيك اللذين ربوك هذه التربية، فالذي يخاف أن يسبب لأمه وأبيه مسبة وحرجا وعارا فليستقم في معاملة الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ورد في مسلم، قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أبوك. ورد هذا الحديث في عدة صحاح. أيها الإخوة الكرام، حديث آخر دقيق جدا. قال عليه الصلاة والسلام، أو عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني بر الوالدين رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة الجهاد، والجهاد كما تعلمون ذروة الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف عبد، ثم رغم أنف عبد، ثم رغم أنف عبد، 3 مرات. معنى رغم أنفه أي خاب وخسر. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كليهما، فلم يدخل الجنة. إن أدركت أحد أبويك أو كليهما وبررتهما كما ينبغي فهذا العمل كاف لدخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. الحديث تعرفونه. الآن له استنباط آخر: الولد الصالح يكون صالحا إذا دعا إلى والديه، دعا لهما، فمن لوازم الولد الصالح أن يدعو لوالديه. لذلك المسلم في كل صلاة يقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، وهذا كله من بر الوالدين. ورجل آخر قال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. أتى النبي ليجاهد معه، قال: تركت والدي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك، ببرهما تدخل الجنة وبعقوقهما تدخل النار. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: لا يدخل الجنة منان ولا عاق لوالديه ولا مدمن خمر.